السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس العلمي الصباحي والخارجي من جميع محافظات العراق. اليوم احنا عندنا المحاضرة 11 من الفصل الأول. هاي المحاضرة مهمة جدا جدا جدا. ليش مهمة أستاذ؟ شنو السبب؟ قول لي ليش مهمة أستاذ؟ أنا أقول لك ليش. لأنه احنا عندنا بالفصل الأول ثوابت. شنو هي الثوابت أستاذ؟ يعني أنا ما أعرف شنو الثوابت، طالب جديد على السادس وما أعرف شنو كلمة ثوابت. أسمع يقولون ثوابت. أبويا كلمة ثوابت يعني هاي دائما تجيك بالوزاري، اللي هي اكتب معي سجل يمك. المسعر يتكرر بالوزاري، هيس أيضا يتكرر بالوزاري، وكبس. الفصل الأول بيه 3 ثوابت. كملنا المسعر وشفنا شلون فهمناه وبسطناه بأبسط طريقة، خلاف ما هو شائع عن المسعر أنه صعب. وجينا على هيس وأيضا نفس الشيء سوينا لا شيء. اليوم عندنا كبس في محاضرتين فقط. راح أرتب لك موضوع كبس ترتيب في مخططات وملاحظات. هو هذا الموضوع عبارة عن ملاحظات أرتب لك إياهم. أريدك تكتب معي ورقة وقلم. أريدك تكتب معي ورقة وقلم. تسمعني؟ أريدك تجيب الورقة والقلم، وقف المحاضرة جيب الورقة والقلم واكتب بيدك، ما حد يفيدك مثل ما يقولون. أنا جاي أكتب لك بالورقة والقلم حتى شنو أنت هم تكتب وياي، لأنه راح أذكر لك ملاحظات دقيقة ومهمة، وانطيك طريقة ما حد منطيك إياها أبدا، طريقة أقسم لك بها موضوع كبس، وشلون أحور لك القانون، وشلون أذكر لك المجاهيل، وشلون راح تجاوب بالامتحان الوزاري، وشلون يجيك السؤال بالامتحان الوزاري. زين، نقول بسم الله ونبدي على بركة الله. عندنا طلاب حساب الانتروبي في حساب التغير في الانتروبي القياسية. زين، احنا أخذنا الانتروبي. شنو هو الانتروبي استاذ؟ الانتروبي طلاب، خلي أجيب لي ورقة دقيقة غير هذه، ثواني علي. طلاب الأعزاء، احنا عندنا الانثالبي. شوية خلينا نطلع من المحاضرة. شنو هو الانثالبي استاذ؟ الانثالبي اللي هو الدلتا ايج، هذا نسميه الانثالبي، التغير في الانثالبي، اللي هو لما يكون موجب سميناه يلا، ولما يكون سالب. هذا الانثالبي هو مقياس للطاقة، الطاقة الحرارية. لما يكون موجب نسميه ماس، ويكون باعث نسميه سالب، نسميه باعث. زين، هاي دالة حالة. دالة الحالة شنو هي؟ احنا فصلناها. دالة الحالة هي، خلينا نقول اكو حالة ابتدائية وحالة نهائية. ابتدائية ونهائية يعني شلون؟ قرب لنا يا استاذ، خلينا نطلع شوي خارج الموضوع. مثل ما اقول لك انت اليوم تروح مثلا من بغداد الى البصرة، انت تطلع مثلا بالساعة كمثال 4 العصر، تصل بال10 بالليل. انت بشقد طلعت؟ 4، بشقد وصلت؟ بال10. فدالة الحالة تهتم بانت ايمت طلعت وش وقت وصلت، شنو خلال الطريق صار، سيطرة، وقفت، غير، فتت، تعشيت بمطعم، هاي ما لها شغل. فدالة الحالة ودالة كل الدوال، دوال الحالة يعني خلينا نقول اللي هي الانثالبي وانتروبي وعلاقة كبس، تعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية. يعني مثل أقرب لك إياها أكثر حتى أبين لك شنو الفرق بين دالة الحالة والمسار. الفرق بين دالة الحالة ودالة المسار مثل الموظف. شلون يعني أستاذ؟ الموظف اللي يجي يداوم الصبح، الموظف من يجي يداوم أكو بصمة بس بال8 وبصمة ب12، أو توقيع، يوقع توقيع بال8 ب12. زين، أو بصمة. فالدولة هم يعرفون أنه أنت فتت بال8 وطلعت ب12، أنت عند الدولة مداوم من 8 إلى 12 وراح تستلم راتب كامل. زين، شنو هي دالة المسار؟ إذا دالة الحالة تعتمد البداية والنهاية. من الممكن أنه الموظف يفوت بال8 يبصم ويروح ينام يكمل نومته، ويرجع بال2 يبصم. زين، منو يهتم بعمله؟ يجي دور المدير. فالمدير هو دالة المسار، يراقب مسارك، شنو سويت أنت،
هل أنت أديت عملك؟ فهذا شغل. فإذا الدولة مسؤولة عن دالة الحالة والمدير مسؤول عن دالة المسار. هذا الفرق بين دالة الحالة والمسار. فإذا دلتا إج قلنا شنو؟ دلتا إج ودلتا إس ودلتا جي، ذولا دوال حالة يعتمدون على الابتداء والنهاية. زين، فنجي على هذا الانثالبي. أما الانتروبي اللي هو إيش؟ دلتا إس أيضا ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. زين، شو وقت يكون موجب؟ يعني إذا موجب شنو؟ إذا موجب يعني عملية إيش؟ عشوائية. يعني هو إيش؟ هو يعتمد على عشوائية النظام. قد ما يكون النظام عشوائي يكون موجب، مثل ما نزول الماء من على الشلال يكون سريع وعشوائي موجب. من يكون سالب يعني منتظم. دقيقة، خلينا نجيب القلم الأحمر. من يكون سالب يكون إيش قلنا؟ بسم الله، هذا قلمنا نجيبه. يكون منتظم. من يكون سالب إذن شي يكون؟ راح يكون منتظم. زين، إذن هذه هي إيش؟ دالة الحالة اللي هي الانتروبي، وهذه أيضا دالة حالة اللي هي الانثالبي. هم ذول دوال حالة يعتمدون على الحالة الابتدائي والحالة النهائية. زين، حفظناهم أستاذ. هذا عشوائي إذا موجب، وهذه إذا سالب نقول لا عشوائي أو منتظم. إذا موجب ماس، إذا سالب باعث. زين، تعالي على هاي الورقة. بالنسبة للدلتا اس ار شلون نحسبها؟ دلتا اس ار طالما هي دالة حالة، احنا قلنا كل دوال الحالة القانون مالهم قانون المجموع. كل دوال الحالة اللي هو قانون المجموع. احنا تذكرون اخذنا الدلتا ما اريد اخرب الورقة ذيك، اكتب هنا دلتا اج ار، احنا نقول هنا بلهجتنا انتم تقولون هنا، يساوي مجموع ان دلتا اج اف للنواتج ناقص مجموع ان دلتا اج اف للمتفاعلات. احفظ قاعدة ابويا، ثبت عندك، ثبت دائما دائما دائما. شنو استاذ؟ كل دلتا ايش؟ كل دلتا يعني شنو كل دلتا؟ دلتا اج، دلتا تي، دلتا اس، دلتا جي يساوي الأخير ناقص الأول وليس الأكبر ناقص الأصغر، يساوي النهائي ناقص الابتدائي. فإحنا طالما عندنا معادلة أكو بيها متفاعلات وأكو نواتج، يعني شنو؟ يعني الدلتا اس تساوي شنو؟ النواتج ناقص المتفاعلات، لأنه باعتبار المتفاعلات هي ابتدائية والنواتج نهائية، فكل دلتا يساوي نهائي ناقص ابتدائي. زين، إذن هاي قاعدة ثابتة، كل الدلتا تساوي النهائي ناقص ابتدائي، يعني النواتج ناقص المتفاعلات. فالقانون مال الدلتا اس ار يساوي مجموع اكتب القانون يمك ان اس نوت للنواتج ناقص مجموع ان اس نوت للمتفاعلات. هذا القانون، مجموع ان اس نوت للنواتج ناقص مجموع ان اس نوت للمتفاعلات. زين، احنا قلنا سابقا اتفقنا على شغلة مهمة جدا. شنو هي هاي شو اسمها؟ دقيقة حتى بغير لون اكتب لك اياها. هذه ايش معناتها؟ هذه يعني شنو؟ يعني مجموع، صميشن يعني مجموع. زين، الان يعني شنو؟ الان يعني عدد مولات. زين، والبي يعني شنو استاذ؟ البي يعني نواتج. زين، والآر يعني شنو استاذ؟ الآر يعني شنو؟ يعني متفاعلات. زين استاذ، اكو شغله مهمه جدا. قول شنو هي الشغله؟ شنو هاي الدواره صغيره تخليها؟ هذه يعني ظروف قياسيه، سجلها يمك. شنو هي الظروف القياسيه؟ الظروف القياسيه دائما القياسيه، سجل اليوم كومة ملاحظات تنطيك. الظروف القياسيه هي الحراره
الحرارة بالسليزي يعني 25، يعني الحرارة بالكلفن ايش قد راح تصير؟ تي بالسليزي زائد 270 73 يساوي 25 زائد 273 يساوي 298 كلفن. زين استاذ، الضغط ايش قد؟ 1 اتموسفير. هاي الظروف القياسية. زين، إذن بهذا الشكل نجي على مثال 1/10. مثال 1/10 طبعا أكو شغلة مهمة جدا. إحنا اتفقنا على أمر ضروري، اتفقنا أنه الدلتا إج إف والدلتا جي إف شنو؟ ركز لي على ذول الاثنين، هذول أخوة، هذول شبيهم أخوة، راح نجي عليهم اكو ربط بيناتهم. ذول اثنين أخوة، هذول اثنيناتهم أولا الوحدة مالتهم هي كيلو جول مول، واضح؟ اثنيناتهم وحدتهم كيلو جول مول، هذا رقم واحد. أي نعم أستاذ. رقم اثنين شنو أستاذ؟ رقم اثنين إنه اثنيناتهم للعناصر الحرة القياسية، هاي القيم مالت العناصر الحرة القياسية، يعني مثلا الأكسجين، النيتروجين، غيرها، تساوي 0. هاي احفظها عندك. بس الدلتا جي اف والدلتا جي اف استاذ؟ اي نعم. زين استاذ، والدلتا اس او الاس نوت نسميها اف، تنكتب بهذا الشكل، ما تساوي 0، لا، إلها قيمة، ينطيك إلها قيمة. زين، هاي هم ملاحظة سجل يمك. إذا احنا نجي على هذا السؤال. السؤال يقول احسب التغير في انتروبي، احسب التغير في انتروبي التفاعل القياسية دلتا اس ار للتفاعل التالي عند الظروف القياسية، منطيك الحرارة ومنطيك الضغط ومنطيك هذا القانون ومنطيك هاي المعلومات كاملة. هاي المعادلة، وهذه الاس نوت مالت منو؟ مالت الاو 2، وهذه مالت الاوكس هاي السي او هديانها سي او، وهذه السي او 2. ثبت لك اياهم كلهم مع علومتهم. للعلم انه وحدة الاس او الدلتا اس هي شنو؟ هي شنو؟ ايش تساوي؟ جول على كلفن مول. سجل يمك. اذا وحدة الاس نوت شنو؟ جول على كلفن مول، وليس كيلو جول مول. إذا تساوي شنو؟ الأس نوت جول كلفن مول. يعني هذول اثنين شنو وحدتهم؟ احنا اتفقنا ذول اخوة، كيلو جول مول، أما هذه جول على كلفن مول. زين، القانون راح يكون بكل بساطة. شو تسوي؟ أعلمك طريقة كلش بسيطة. تجيب المعادلة، تكتب الحل، هذا الحل بالوزاري هيك، تكتب الحل وتجيب المعادلة. المعادلة شنو؟ تكتب 2CO زائد O2 ينتج 2CO2. زين، شو تسوي بعدها؟ شنو اسوي استاذ؟ تجيب هذا رقم 2، تكتب 2. السي او ايش قد مقداره؟ السي او ايش قد مقداره؟ وين السي او؟ هذا السي او هديانه 198. 198 تكتب 198. والاكسجين تكتب 1. شنو هذا استاذ رقم 2؟ هذا رقم 2 تنزلوه هنا، عدد المولات الرقم على اليسار 1، كل شيء ماكو. اذا 1 في ايش قد؟ الاكسجين منطيك اياه. وين الاكسجين؟ هذا 205. الاكسجين هو ايش قد قلنا؟ الاكسجين 205. والسي او 2 2 في ايش قد السي او 2؟ السي او 2 هذا مقداره 214. 214. زين، بعدين تكتب الناتج جواهم، تكتب الناتج تقول واي يساوي 2 في 198،
2 في 200 400 شيل منها 4 يعني 396. هذه 205 وهذه 2 في 214 2 في 200 400 و2 في 14 20 28. بعد ما كتبتهم راح تجي ترجع تكتب القانون، تقول دلتا اس ار يساوي مجموع ان قلنا اس للنواتج ناقص مجموع ان اس للمتفاعلات. زين، تقول ويساوي، تفتح قوس كبير، شوف تعلم طريقة كلش حلوة، تفتح قوس كبير وهذا قوس السدم وتخلي سالب وتفتح قوس الآخر وتفتح قوس الآخر بهذا الشكل. راح يكون عندك ذول نواتج ذول متفاعلات. النواتج شنوش راح يكونون؟ النواتج هي 200 اللي هي ضربناها قلنا 428 طلعناها هذه 428 إشارة القانون سالب. المتفاعلات اللي هي 396 تجمعهم مع 205. إذا نقول هاي 200 هسه خلي رقم 4. إذا نقول هاي 4 ايش قد تصير؟ تصير 601 فيصير 428 ناقص 601 إشارة مختلفة تأخذ إشارة الأكبر وتطرح. ايش راح تقول بهاي الحالة؟ 428 ناقص 601 نقول 601 ناقص 428. زين، 1 ناقص ما بيها هاي يصير 0. العفو ما بيها تدين من هاي الصفر. هاي 6 تصير 5 بعدين هاي يصير 10 بعدين هاي يصير قد 9. ف9 ناقص 8 1 10 2 1 121. يعني يطلع ايش قد؟ يطلع اتصور بي خطأ رقم، لا يطلع 173 عفوا، يطلع 173. زين، الإشارة راح تكون سالبة، انتبه لها. يعني هي مسألة رياضيات، أعتذر معكم يعني كلش مستعجل، تطلع على المعهد وجاي أكتب محاضرة صور محاضرة فاستعجلت بالحسابي. هسه هذه قلنا شنو الوحدة؟ جول على الكلفن مول. زين، بعد ما كملناها نجي على هذا السؤال أيضا. هذا السؤال يقول إذا علمت، شوف هذا السؤال كلش مهم، إذا علمت أن قيمة الدلتا اس ار للتفاعل التالي، هذا منطيك إياها، أنت شو وقت تستخدم علاقة كيبس؟ انتبه عليه، احنا بعد ما أخذناها. من يكون بس سؤال أكو إمتى نستخدم علاقة كيبس؟ من يكون بس سؤال، خلينا نجيب ورقة، إمتى استخدم علاقة كيبس؟ بعد ما أخذنا احنا لكن نذكركم ملاحظة عليها. نستخدم علاقة كيبس متى؟ نستخدم علاقة كيبس فقط لما يكون بس سؤال دلتا اس دلتا اتش دلتا جي. ما عدا هذا ما تقدر تستخدمها. أما إذا كان أنت عندك، يعني مثل هذا مثلا عندك اس نوت وعندك دلتا اس فتستخدم قانون المجموع. وإذا كان عندك اج اف ودلتا اج ار تستخدم أيضا قانون المجموع. زين، فإذا راح نقول الحل راح تقول بالنسبة للقيم، يقول إذا علمت أن قيمة الدلتا اس ار، يعني أني الدلتا اس ار منطيني إياها معلومة إيش قد تساوي؟ قلنا الدلتا اس ار 137 الوحدة جول على الكلفن مول. زين، وأن قيم الاس نوت للأوتو، وين الأوتو؟ هاي الأوتو إيش قد تساوي؟ 205. قبل شوي أخذناها. فما هي قيمة الاس نوت للأوزون؟ يعني القانون شو راح يكون أستاذ؟ القانون راح يكون الدلتا اس ار يساوي مجموع ان اس اف
مجموع NS لإيش؟ للنواتج. راح يكون القانون مجموع NS للنواتج ناقص مجموع NS للمتفاعلات، نفس ما كتبت لك قبل شوية. NS للنواتج هاي البي ناقص مجموع NS بدون F للمتفاعلات. إذا استاذ معناته على كلامك هو انطانا الدلتا اس ار. اي نعم، ايش قد انطاني اياها؟ انطانا الدلتا اس ار قال لي تساوي ايش قد مقدارها؟ 137 يساوي النواتج ايش قد مقدارها؟ يقول اذا علمت ان قيمه دلتا اس ار التفاعل التالي والاوتو اللي هي النواتج قد انطاني اياها. انطانا النواتج ايش قد قال لي؟ قال لي النواتج 205 زين 3 في 205 ايش قد يطلع؟ 615. يعني راح نقول 615 ناقص المتفاعلات، راح تكتب 2 اكس مجهولة باعتبار 2 اكس تبقى مجهولة ذي. اذن المتفاعلات شنو؟ 2 اكس. زين نرجع نقول يعني صارت رياضيات. 137 يساوي 615 ناقص 2 اكس. ايش راح اسوي؟ شوف طريقة كلش بسيطة. هذا مو هو سالب، احوله وين؟ على الطرف الاخر حتى يصير موجب، وهذا رجعه على هذا الطرف استبدال يصير. انت عندك بالرياضيات من تحول من طرف على طرف شو تسوي؟ بالرياضيات التحويل من طرف على طرف السالب يصير موجب. يعني نقول اكس ناقص 6 يساوي 4. تقول اكس يساوي تحول على الطرف الاخر تصير موجب 4 زائد 6. بينما الضرب من نقول اكس في 6 يساوي 4 راح نقول اكس تساوي البعيد على القريب 4 بسم الله طفى الكهرب على 6. خل تحول ثواني الكهرب كم. زين فاذا ايش راح نقول بهاي الحاله؟ تحولها على الطرف الاخر. فش تصير بهاي الحاله؟ تصير 2 اكس تساوي 615 ناقص 137. 615 ناقص 137 تطلع 2 اكس تساوي 478. وبالتالي اكس تساوي 4 7 8 نقسمها على 2. والاكس راح تطلع ايش قد مقدارها؟ 2 3 9. الوحدة ما تنسى جول على الكلفن مول. هاي الوحدة اللي هي تساوي لي منو؟ تساوي للاس نوت للاوزون. هذا مو اكسجين، اوزون. زين اذا موضوع جدا بسيط، موضوع جدا بسيط هذا. نجي على طاقة كبسة الحرة القياسية. هسه احنا قلنا شنو؟ قلنا ايش عندنا 3 دوال. اول وحدة اللي هي منو؟ دلتا اتش، نسميها شنو؟ الانثالبي. ايش الانثالبي؟ هاي دالة حالة. قلنا موجب ماس سالب بعد. بعدين اخذنا دلتا اس سميناها الانتروبي. زين قلنا موجب ماس سالب بعد. بعدين اخذنا منو؟ دلتا جي. قلنا موجب بيه 3 احتمالات، موجب سالب والاحتمال الثالث صفر. هي الوحيدة اللي بيه 3 احتمالات. هذول شنو؟ موجب سالب موجب سالب. إذا موجب نقول لا تلقائي. أغلب الطلاب يتوهمون من يشوف موجب يقول تلقائي. موجب لا تلقائي، سالب تلقائي، صفر متوازن. وهذه احنا راح ناخذ عليها موضوع ان شاء الله بالمحاضرة الجاية. زين تعال السمع. اذا قلنا دلتا جي ار شنو تعريفها؟ هي طاقة كبس. هي طاقة كبس دلتا جي ار، العفو دلتا جي ار. شنو يعني دلتا جي ار؟ هي طاقة كبس، او قبلها فوق التعريف الفوق، طاقة كبس الحرة تعريفها
طاقة كبسة الحرة هي دالة حالة ثرموديناميكية. شنو؟ دالة حالة، قلنا فهمناكم شنو دالة الحالة. تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات. بتلقائية شنو العمليات؟ هاي كلمة العمليات. العمليات هاي كتبتها على السريع لأنه ما لحقنا، عندنا درس وما لحقنا. بتلقائية العمليات الفيزيائية والكيميائية والتي تصف الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها من التغير في انثال من تراب. يعني شلون استاذ؟ انت عندك العلاقة مال كيبس حتى افهمكم اكثر. دلتا جي تساوي دلتا اتش ناقص تي دلتا اس. دلتا جي هسه دول الدلتا اتش والدلتا اس دول قيم ثوابت هو ينطيني اياهم. اما الدلتا جي فاني احصل عليها منين؟ من الفرق بين ذول الاثنين. يعني دلتا ايج اخذناها واخذنا عليها موضوع شلون نستخرجها، او هو ينطيني اياها. الدلتا اس كذلك. الدلتا جي راح ينطيني دلتا ايج ودلتا اس واني استخرجها. فاذا التعريف شو يقول؟ يقول هي دالة حالة ثرموديناميكية تتيح لنا التنبؤ بتلقائية العمليات الفيزيائية والكيميائية. شلون يعني التنبؤ بها بتلقائية؟ قلنا إذا سالب تلقائي موجب غير تلقائي. والتي تصف إيش؟ الطاقة العظمى التي يمكن الحصول عليها، يعني أعلى شيء بالدلتا إج وأعلى شيء بالدلتا إس، الفرق بيناتهم من التغير بين الانثالبي والانتروبي. أهم شيء الوحدة مالتها قلنا شنو؟ كيلو جول مول. دير بالك إذا نفس وحدة الدلتا إج. نعم، ملاحظات كلش مهمة ركز عليها. أولا دلتا جي آر تعريفها هي طاقة كبسة الحرة للتفاعل في الظروف القياسية. شنو هي الظروف القياسية؟ 25 سيليزي ضغط 1 أتم. هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية ذكرت لك إياها فوق، قلنا إذا سجلها عندك، إذا كانت دلتا جي يساوي موجب، معناته شنو؟ معناته التفاعل إيش؟ تلقائي؟ لا تلقائي. وإذا كانت دلتا جي يساوي سالب معناته التفاعل شنو؟ تلقائي. وإذا كانت دلتا جي يساوي 0 معناته التفاعل شنو؟ متوازن. زين، عندي قانون مالها كلش مهم، دلتا جي آر القياسية حال وحال قانون مال دلتا اج ار ودلتا اس ار. مجموع شنو؟ ان دلتا جي، بس الجي والاج تضيف لهم اف، الاس ما تضيف لها، للنواتج ناقص مجموع ان دلتا جي اف للمتفاعلات. والظروف القياسية قلنا نضيف لهم نوت بهذا الشكل. هذا القانون. والخطوات نفس الخطوات أيضا. تعال شوف القانون نفس الخطوات بالضبط. مثال واحد شو يقول لي؟ مثال واحد يقول احسب طاقة كبسة الحرة القياسية للتفاعل التالي، ثم بين هل التفاعل تلقائي أم لا. شو يقول لي؟ احسب طاقة كبسة الحرة القياسية للتفاعل التالي، يعني يريد الدلتا جي، ثم بين هل التفاعل تلقائي أم لا. هذا التفاعل، هذا التفاعل، شوف هذا التفاعل، علما أن يعني هذا هو التفاعل مالك، مبارك عليك. شو يريد؟ طاقة كبس. طاقة كبس يمكن إيجادها بأكثر من طريقة طلاب. طاقة كبس أنا أقدر أوجدها من خلال علاقة كبس. فرق بين طاقة كبس وعلاقة كبس، اكو طلاب يتوهمون. طاقة كبس هي دلتا جي، أما علاقة كبس هي العلاقة اللي تربط لك بين الدلتا جي والدلتا اج والدلتا اس. هذه فأنا أقدر استخرجها. وصلنا 30 دقيقة، أخذ استراحة، ارتاح،
على أنهن محاضرتين بالأسبوع، احنا اتفقنا حسب الخطة. خذ استراحة بعدين ارجع براحتك كمل المحاضرة. زين. فيقول لك احسب طاقة كبس الحرة القياسية يعني للدلتا جي ار، ثم بين هل التفاعل تلقائي يعني بالأخير إذا طلعت دلتا جي موجبة نقول له لا، وإذا طلعت سالب نقول له نعم. زين. شوف أنا شلون أستاذ شلون أعرف أنه أنا أحل بقانون المجموع؟ مبينة. من ينطيك الإف؟ شوف من ينطيك الإف، هاي الإف من تشوفها إذا تستخدم قانون المجموع. زين. إذا راح تقول الحل دلتا، راح تجي تقول دلتا جي آر تساوي مجموع ان دلتا جي اف للنواتج ناقص مجموع ان دلتا جي اف للمتفاعلات، ويساوي النواتج بهذا الشكل مثل ما قلنا. ها استاذ انت علمنا طريقة المعادلة. اي نعم نفس الشيء ايضا تنزلونهم. خلي انطيكم اياها دقيقة، انطيكم اياها. قلنا شنو الحل؟ منين تبدي؟ تجي تنزل المعادلة، عوف القانون خلي بمكانه، تكتب المعادلة تقول 2 سي 6 اتش 6 15 او 2 ينتج. ها للعلم اكو شغله مهمه جدا. دقيقه انتبه استاذ المعادله اوازنها؟ لا، المعادله اذا هو ينطيك لا توازنها ابد، ما لك علاقه. همزين ذكرت، همزين لا انساها. ينتج 12 CO2 زائدا 6 H2O. جيب لك سكان شاي وتعال تابع وياي أو تابعي، كون الأغلب طالبات هم. يلا ما أكفر، كلمة تابع تستخدم بالاثنين. البنزين سائل مو تكتبوا لي صلب، وين اكو بنزين صلب؟ زين. 2 في بين قوسين البنزين ايش قد؟ 173 بهذا الشكل. 15 الأكسجين استاذ، الأكسجين ما انطاني إياها. أنت ايش قد الأكسجين؟ هنا بالامتحان انت راح تقول هذا خطأ مطبعي، مرة تقول متوهمين، مرة تقول أوليابا مو قلت لك يا أبويا يا أخويا يا ابني، قلت لك أنه الدلتا جي اف والدلتا اج اف للعناصر الحرة القياسية ايش قد تساوي؟ يلا اكتب لي 0. هذه في 0 وهاي 12 في ايش قد؟ السي او 2 قلنا ايش قد السي او 2؟ هاي السي او 2 ايش قلنا مقدارها؟ سالب 394 ويساوي هذه قلنا 6 العفو في ايش قد؟ في سالب 273. زين. ترجع تضربهم ببعضهم وتوجد النواتج مالتهم وتكمل على الخطوات. هاي انت كمل عليك واجب، مجرد تطبيق خطوات وكمل لي واجب ودزولياه. بالنسبة لطلاب المجاني دزولياه على البوت نصحح لكم ونرد عليكم، وطلاب الخصوصي هاي اجباري تدزولنا يا وين؟ على المساعدين اللي مثبتين يتابعونكم ودزولنا المعلومات. كملوا معلوماتكم ضروري اليوم تكملون اياها. يعني نفس الخطوات، نفس ما قلت لك الخطوات السابقة، مجرد تنزل معلومات توجد لي الناتج. فهذا ايش؟ واجب. كمل لي انت، هذا واجب. زين. تعال هنا هسه كملنا ذول. نجي على شغلة مهمة جدا. هناك علاقة تربط طاقة كبس الحرة. منو؟ تربط طاقة كبس الحرة والانثالبي والانتروبي. اكو علاقة كلش حلوة ومهمة ومرتبة وتجيك بالامتحان الوزاري وياها هدية، اللي هي نسميها ايش؟ علاقة كبس. علاقة كبس كلش يحبونها الطلاب دي، حيل يحبونها. اذا هناك علاقة تربط طاقة كبس والانثالبي والانتروبي. شو نسمي هذه العلاقة؟ علاقة كبس. ايش؟ علاقة كبس.
علاقة كبس قلنا هاي هي اللي هي دلتا جي ار تساوي دلتا اتش ار ناقص تي دلتا اس ار. شنو؟ تي دلتا اس ار، لا تنساها. هاي العلاقة كلش مهمة. زين، بخصوص الملاحظات اللي تخص هاي العلاقة، ملاحظات مهمة جدا. ملاحظات، خلي دقيقة قبل أن أخذ قلمتك. ملاحظات خاصة بالقانون. الملاحظات اللي تخص القانون، أول شيء أنت لازم تعرف شغلة مهمة جدا، انتبه عليها. طبعا انت اكو شغلة من تكمل اكتب لي إذا موجب تكتب لي لا تلقائي، وإذا سالب اكتب تلقائي. زين أستاذ إذا أنا ما كتبت مثلا يحاسبوني ينقصك درجة. أستاذ سؤال جواب، لو ما قال لي أكتب أيضا دائما تكتبها. هاي ملاحظة مهمة جدا، أنه دائما من يطلب إيجاد دلتا جي تكتب له تلقائي أو لا تلقائي. حسب الأجوبة النموذجية اللي شفتها مركز الفحص تصدر أنه دائما لازم تكتبها. إذا قلنا هناك علاقة تربط طاقة كبس الحرة والانثالبي والانتروبي. شو نسميها؟ علاقة كبس. هاي هي علاقة كبس، أكو معها حرارة لا تنساها. أول شيء ملاحظات مهمة جدا. أستاذ قضيت علينا كلها ملاحظات هذا الدرس. أي نعم ملاحظات. أول ملاحظة أنه الدلتا جي والدلتا اتش شنو الوحدة مالتهم؟ كيلو جول مول. الدلتا اس هاي بنت عمهم جول وليس كيلو جول، كلفن مول، يعني هاي الوحدة الأساسية. الشغلة ثانيا إذا أعطى دلتا اس معلومة، إذا انطاك الدلتا اس معلومة أو انطاك الاس اف وبعدين تتحولها، شو تسوي؟ المهم دلتا اس موجودة، نحولها إلى كيلو جول. ليش أستاذ؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. هذول الدلتا جي والدلتا اتش هي الوحدات بالقانون لازم تكون موحدة. إذا كانت وحدات متشابهة تكون موحدة. فذول الدلتا جي والدلتا اتش وحدتهم كيلو جول وهذه جول. فأني إذا كانت هذه معلومة من ينطيني إياها رأسا أحولها حتى تصير نفس وحدات دول. من ينطيني إياها معلومة أحولها تصير نفس وحدات دول. وإذا كانت مجهولة، هي مجهولة، شلون تحولها؟ ما موجودة أصلا. لا، تحل وتكمل. بالأخير آخر شيء من تطلع الناتج راح تطلع بأي وحدة؟ راح تطلع بوحدة الكيلو جول. ليش؟ لأنه أنت أصلا عندك ذولا معلومين راح يكونون، وإن شاء الله خلال الأسئلة راح تتوضح أكثر ذا واضح عندك. الشغلة الأخرى والمهمة جدا أنه أنت التي احنا نتعامل مو مثل ما تعاملنا موضوع الحرارة ويا السليزي، نتعامل ويا الكلفن. فالتي بالكلفن تساوي التي بالسليزي زائد 237. هاي مهمة جدا، ركز لي عليها. إذا تساوي شنو؟ تساوي تي بالسليزي زائد 273. زين، اللي هي 25 زائد 273. مهمة جدا. أكو ملاحظات أيضا إن شاء الله راح نوضحها من خلال أسئلة. الملاحظات الأخرى راح ناخذها أيضا. تعالوا عندنا أنواع الملاحظات. أسئلة كبس أقسم لك إياها حسب الملاحظات، أنواع وملاحظات كبس. من يطلب إيجاد، ركز علي، هاي الملاحظات ما راح تلاقيه بغير مكان. من يطلب إيجاد الدلتا جي بالأخير من يطلع الناتج طلب دلتا جي. إذا طلع سالب تكتب التفاعل تلقائي، ذكرت لك يا قبل شوية. وإذا طلع موجب تكتب التفاعل لا تلقائي.
من يذكر الظروف القياسية أو ينطي نوت. شنو هاي الدوار أستاذ؟ هاي مو دوار، نوت. معناها الحرارة 25 سليزي. يعني أستاذ مثلا مرات بعض الأسئلة ما يذكر الحرارة. إي نعم ما يذكر الحرارة. زين أنا أستاذ شلون أعرف إنه الحرارة 25 سليزي؟ الجواب كلمة الظروف القياسية أو النوت. أستاذ وين يكتب النوت؟ النوت يكتب لك إياها وين؟ على الرحلة. وين يكتبها؟ يكتب لك إياها فوق الدلتا جي، فوق الدلتا ايج، فوق الدلتا اس. تشوفها معلقة بهذا الشكل. فوق 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 فوق. نعم بهالشكل. الوحدات قلنا هاي ذكرت لك اياها قبل شوية. الوحدات قلت لك الدلتا جي، الدلتا جي والدلتا ايج وحدتهم شنو؟ قلنا وحدتهم راح تكون كيلو جول مول. الدلتا اس جول كلفن مول. استاذ إذا كانت قلنا إذا كانت دلتا اس معلومة نحولها إلى كيلو جول. شلون استاذ؟ أنا أقول لك راح تقول الدلتا اس يساوي الرقم مثلا 137 كمثال جول كلفن مول. تنزل الرقم نفسه، نفس الرقم تنزله. شو تسوي؟ تقسمه تقسيم. شلون استاذ اقسمه؟ انا اقول لك كل واحد كيلو جول يساوي 1000 جول. احفظ قاعدة ثابتة سجلها يمك، كل واحد كي يساوي 1000. تفيدك بالفيزياء والرياضيات. يعني واحد كي، شنو يعني واحد كي؟ كل واحد كي يساوي 1000. واحد كيلو جول يساوي 1000 جول. واحد كيلو متر يساوي 1000 متر. واحد كيلو غرام يساوي 1000 غرام. هيك يعني. زين. فالدلتا اس يساوي 173 جول على الكلفن مول. شنو؟ 173. انطاك اياها معلومة صح؟ رأسا شو تسوي؟ من ينطيك اياها؟ قبل شو تسوي؟ تقسم على 1000. شنو 1000 شنو؟ 1000 أيضا جول. شلون استاذ؟ اي نعم، وقلت لك مع الألف تكتب ايش؟ جول، حتى تختصر الجول مع الجول وتكتب لي بالبسط 1 كيلو جول. حتى شي يصير الرقم هذا من يتقسم على 1000 راح يصير اصفار تعزلك مراتب نبينها ان شاء الله. 173 بالاساسيات. راح نعطيكم محاضرة اساسيات مهمة جدا ان شاء الله بالنسبة للخصوصي اصعد بث مباشر بالتفصيل، وكذلك المجاني ايضا لكم عندي محاضرة كلش مرتبة، محاضرة اساسيات من الصفر. حتى لو انت صفر بالرياضيات، كل شيء ما تعرف بالرياضيات، القسمة الضرب كذا، راح احل لك هاي المشكلة من اساسها. محاضرة قيمة تفيدك بكل المواد. الوحدة راح تصير راحة الجول مع الجول. منو جاء؟ الكيلو جول تجي بدالها. هنا تجي تصير كيلو جول على كلفن تبقى، لأن احنا ما حذفنا الحرارة. اكو طلاب يحذفون الكلفن، والياب وين تودي الكلفن؟ مول. زين. أما الأنواع إن شاء الله الدرس القادم راح أقسمهم لكم تقسيم كلش مرتب. أنا اختصرت هاي المحاضرة قلنا خاصة بالملاحظات. الأنواع راح أقسمها حتى أعطيك مقدمة. النوع الأول شوف تقسيم ما موجود، وراح أخذ السكرينات وأنزلك إياها. النوع الأخر شيل دي أخذ سكرين أنت جزء مستعجل عليهم. يلا. النوع الأول إذا طلب إيجاد دلتا جي آر. شوف من يطلب إيجاد دلتا جي آر قلنا ممكن ينطيك جي اف. إذا أنت ما عندك علاقة كبس، أيمتى تستخدم علاقة كبس؟ بس لما يكون عندك الاس والإج والجي، ذول ثلاث إج اس جي ذولا. إذا طلب إيجاد دلتا جي آر، إذا أنطاني اف استخدم القانون هذا مال المجموع.
أما إذا انطاني دلتا إج ودلتا إس استخدم هاي العلاقة. أعيد، من يطلب إيجاد دلتا جي آر؟ أنت عندك طريقين. الطريق الأول أنه أنت انطاك الدلتا جي إف، رأسا تطبق قانون المجموع مثل ما حاليا قبل شوية. وأما إذا انطاك الدلتا إج والدلتا إس تستخدم علاقة كيبس. فإذا انطاك إياهم الدلتا إج آر والدلتا إس آر، أول خطوة هاي كلها ناخذها بالتفصيل بس لكن نعطيك ملاحظات مقدمة. فإذا انطاك الدلتا إج آر والدلتا إس آر مباشر كامل، انطاك إياهم جاهزين آر مو إف آر، يعني يقول لك قبل طبق القانون. يعني هذا شنو آر؟ أول خطوة حول لي التي من السليزي إلى الكلفن. وقلنا مرات ما ينطيك الحرارة كلمة الظروف قياسية أو النوت، أنت شو تسوي؟ رأسا تطبق هذا القانون، رأسا تطبق القانون اللي هو تي بالكلفن يساوي تي بالسليزي زائد 273 25 زائد 273. إذا انطاك مرات زين أستاذ ممكن ينطيني غير درجة حرارة؟ إيه نعم، مرات ينطيك يجوز 300 400، بس انتبه منها إذا كانت كلفن لا تضيف. مرات شي يقول لك الحرارة مثلا 400 كلفن، دير بالك فخ إلك وهم، لا تحولها خذها كلفن، أنت تريد كلفن هو ينطيك إياه. يعني مثلا ينطيك يقول لك 300 كلفن مباشرة خذها قبل، مباشرة خذها. ومرات ينطيك مثلا 500 سليزي، راح ناخذ أسئلة عليها. زين، الشغلة الثانية الدلتا إس قلنا لأنه هو طلب دلتا جي، فأكيد من طلب الدلتا جي الدلتا إج والدلتا إس. هم شوفوا هم كم متغير؟ 1 2 3 4 بالرياضيات. حتى تقدر تحل أي سؤال بالرياضيات، حتى تقدر تحل أي سؤال لازم يكون كلهم معلومين واحد مجهول. أعيد، بالرياضيات معادلة هذول لازم كلهم معلومين واحد مجهول فقط حتى نقدر. فإذا الحرارة معلومة والدلتا إج آر معلومة والدلتا إس آر معلومة، بس الدلتا جي آر مجهولة فقط، بس هذه طلبها فقط، بس هذه مجهولة، راح تكون الدلتا جي آر هي المجهولة. احنا بهاي الحالة الدلتا إس آر معلومة، إذا نحولها وين؟ من الجول إلى الكيلو جول، نفس الطريقة اللي علمتكم. بعدين اطبق القانون هذا، هذا القانون اللي هو دلتا جي آر تساوي دلتا إج آر سالب تي دلتا إس آر، وتكمل خطوات راح ناخذها إن شاء الله. أما إذا أعطى الدلتا إج إف والإس نوت إف، أنت إيش راح تسوي؟ طلب دلتا جي آر وما انطاك آر وآر، لا انطاك إف بإف. شو تسوي؟ اكو خطوة تسبق ذولا، تحول لي الإف إلى آر. منين؟ قانون المجموع، تستخرج دلتا إج آر باستخدام قانون المجموع، ودلتا إس آر أيضا باستخدام قانون المجموع، ثم تكمل هاي الخطوة وهاي الخطوة وتطبق القانون، وراح ناخذه بالتفصيل. النوع الثالث، إذا طلب إيجاد دلتا إج آر وأعطى دلتا جي آر ودلتا إس آر، راح نحول القانون. أول شيء إذا طلب دلتا إج آر خوش آر وانطاني دلتا جي آر ودلتا إس آر، أول شيء تحول تي بالسليزي إلى تي بالكلفن، نفس الخطوات ذي نفسهم، هذول دائما، وتحول لي الدلتا إس إلى كيلو جول. احنا قلنا دائما الدلتا إس من ننطيها حولها، وتحول القانون. شلون تحول القانون؟ شوف هذا مو مكتوب هيك، ايش راح تقول؟ من المجهول دلتا إج آر بقيها مكانها حتى تبقى المجهول وحده، هذه مو سالب
حولها اعزلها وحدها. شو يصير القانون؟ يصير دلتا جي ار زائد دلتا اج ار يساوي تي دلتا اس ار. احنا قلنا من المجهول؟ المجهول هو ايش؟ عفوا دقيقة، توهمت دقيقة. احنا قلنا شنو؟ دقيقة قلنا نحول منو؟ نحول هذه يصير دلتا جي ار زائد تي دلتا اس ار يساوي دلتا اج ار. يعني دلتا اج ار يساوي ذول، وتحل وتكمل. زين. النوع الثالث إذا كانت الدلتا اس ار هي المجهولة. بهاي الحالة الدلتا اس ار هي المجهولة، انت ما عندك تحويل وحدات هنا، لا. إذا دلتا اس ار هي المجهولة وانطاني الدلتا جي ار والدلتا اج ار، ايش راح اسوي؟ عندك بس تحول التي بالسليزي إلى تي بالكلفن، ثم تحول القانون فقط. راح تقول استاذ يعني ما احول وحدات الدلتا اج والدلتا جي؟ لا، ما تحولهم ذول ابد، لا تقرب على وحداتهم. تحول القانون. شلون تحوله؟ بهاي الطريقة. تكتب القانون ثم تقول هذا السالب أعزله على جنب فيصير موجب، يصير تي دلتا اس ار وحده، وهاي الموجب ترجعه بهذا المكان، ترجعها. شي يصير؟ يصير التي دلتا اس ار يساوي دلتا اج ار زائد ناقص سالب، يعني لأنه هذا موجب كان فمن تحوله سالب. يعني باختصار من تكون الدلتا اس ار هي المجهولة بس بدلهم واحد بدال الآخر، سو تبديل. عرفت شلون؟ من تكون الدلتا هاي مجهولة بدلهم، جيب هاي هنا وجيب هاي هنا وخلي السالب مكانه، سالب دلتا جي ار بهذا الشكل. بعدين ايش راح تقول؟ راح تقول بعدها ويؤدي دلتا اس ار يساوي هذه دلتا اج ار. شوف، خلي ايدك على التي خلي ايدك عليها، دلتا اج ار ناقص تي دلتا اس ار دلتا جي ار، قسمها على شقد؟ على تي. ليش؟ لانه هاي المجهولة فلازم ماكو شيء يبقى وياها، وراح نفصلها بالتفصيل. واخيرا رجع من تكمل بالاخير، من تكمل بالاخير كملت وحليت وكذا، شو تسوي؟ ترجعها الى وحدتها الاساسيه. شلون ارجعها على وحدتها الاساسيه؟ راح تقول دلتا اس ار راح تطلع بالايش؟ راح تطلع بالكيلو جول كلفن مول. ليش؟ لانه ذول وحداتهم كيلو جول فتطلع بالكيلو جول. فايش راح تسوي بهاي الحاله؟ ترجعها. شلون ترجعها؟ تقسمها على 1000. لا، قلت لي ايه مو؟ لا، مو تقسمها على 1000، تضربها في 1000. استاذ والله انسى يجوز بالامتحان. طريقة بسيطة جدا، التحويل من الكبير الكي، هذا كي كبير، الى الصغير نضرب في 1000. نضرب شلون يعني استاذ؟ اريد ما انساها. انت واخوك الصغير تتكاونون، الكبير يضرب الصغير، من الكي كبير الى الصغير نضرب في 1000، ومن الصغير الكبير نقسم على 1000. النوع الرابع والأخير حتى ننهي المحاضرة، راح تصير أقل من ساعة إن شاء الله. إذا كانت التي هي المجهولة إيش راح تسوي؟ أولا هاي راح نأخذ موضوع بالتفصيل. من تكون التي، من ينطيك التي مجهولة، الخطوات. أول شيء نعتبر التفاعل متوازن. أول شيء تعتبر التفاعل متوازن. يعني شلون متوازن؟ التوازن قلنا الدلتا جي بها 3 حالات، وهي شنو هي استاذ؟ قلنا 3 حالات بيها، 3 حالات. الدلتا جي يساوي دلتا اج ناقص تي دلتا اس، صح؟ الدلتا جي يساوي موجب دلتا اج، دقيقة، دلتا جي يساوي موجب سالب 0. إذا موجب لا تلقائي، وإذا سالب تلقائي، وإذا 0 متوازن. شنو؟ متوازن. فإذا كانت احنا ايمت نعتبره متوازن؟
وراح ناخذه بالتفصيل، أسئلة عليه راح ناخذ، هاي مجرد ملاحظات. من يقول لي من تكون تي هي المجهولة؟ نعتبر التفاعل متوازن دلتا جي صفر، ثم احنا شنو؟ دلتا جي صفر باعتبار انطاني الدلتا اس، حول الدلتا اس رأسا على الكيلو جول، ثم طبق لي هذا القانون اللي هو دلتا جي تساوي دلتا اج ناقص تي دلتا اس. استاذ سؤال جواب. ليش ما كتبت نوت؟ لأنه الحرارة مجهولة، يعني ممكن ما تطلع 25، ما نعرف قد تطلع. عرفت شلون؟ والحرارة تطلع بالكلفن وليس بالسليزي، للعلم ما راح تطلع بالسليزي. من تكون الحرارة مجهولة رأسا تطلع كلفن، ما تطلع سليزي. زين، هذا تعوض بداله صفر، تقول يساوي دلتا اج ناقص تي دلتا اس. هاي شو تسوي لها؟ ترجعها إلى هذا الطرف، تقول تي دلتا اس تساوي دلتا اج، ثم ترجع من المجهول استاذ، المجهول هي التي، تقول التي تساوي البعيد على القريب. واحد يجي عليك خاطر من بعيد، فهذا بعيد تخليه بالبداية، وهذا قرايبك تخليه دلتا اس معزم مثل ما يقولون. فإذا الرياضة صارت دائما إذا عندك علاقة ضرب تقول البعيد على القريب، وإذا عندك علاقة جمع تقول البعيد ناقص القريب. فإن شاء الله في الدروس القادمة راح نوضح بعد وناخذ الأسئلة. اليوم خصصت محاضرة الملاحظات وراح ناخذها بالتفصيل إن شاء الله. اللي يريدوا من عندكم أنه تلتزمون بالمحاضرات، لأنه كلش جاي معاناة على ما نرتبها على ما نكملها، ومعاناة يعني ما تصورون من نرفع المحاضرة. فكل شيء ما نريد من عندكم فقط أنه تلتزمون حتى إن شاء الله أنا وأنتو نحقق الدرجة العالية وناخذ 100. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.